نحبها بزاف. تأمنوني بالله يا خوتي، اقسم بالله لو كان قالت لي اعطي لي الدم نعطيها الدم ونتمشى بالماء نورمال. بصح الله غالب، حدث ما لم يكن في الحسبان. نحكي لكم الحكايه هذه باختصار خوتي. انايا مع هذيك كنت نبغيها بزاف، ومام هي كانت تبغيني وكاع وكاع، كانت علاقتنا صح قويه بزاف. جا واحد النهار وين بغاو يزوجوها والديها بالسيف عليها، بغاو يزوجوها بلا رضايتها هي. تقول لي راهم باغيين يزوجوني وانا ماش باغيه هذاك، راني باغياك انت وكاع وكاع. واش انايا كنت في الدار في واحد النهار، قاعد في الدار نكونيكتي، اي صوني لي تليفون من عندها هي، قالت لي راني هربت من الدار بيسك عرسي راهو قريب وكذا ومنا ومانيش باغيه هذاك، راني باغياتك انت. انا واش ندير؟ رحت شغل شوكاتني، ما كنتش مأمن باللي هي اللي غادي تخرج من الدار وتهرب على جالي انا. هربت من الدار، سمحت في والديها، سمحت في خاوتها، سمحت في كلش، ما خمت في والو من غيري انا. الفائده كي رحت انا تلاقيتها، الحل الوحيد اللي لقيته اللي هي انه يا اما نواجه والديها نهضر معاهم ونرد لهم الطفله، ولا باي طريقه غادي ترجع للدار. ما كاش من هذه تاع طفله تهرب من الدار، وهذا الموضوع بزاف حساس. رجعتها لوالديها، عيطت لهم وهدرت معاهم، هي قالت لهم الشرط الوحيد الا بغيتوني نرجع انايا للدار ما تزوجونيش هذاك، وراني باغيه هذا عليا انا. فاذا هما عطاو لها الاوكي، جاو رديتها لهم، تفاهموا مع الدار باش نخطب.